السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في قناة وصفات فريال. إن شاء الله كامل تكونوا ملاح وصحتكم بخير. إذا كنتم زوار جدد للقناة ما تنساوش تابونيو وتفعلوا الجرس. إذا كما راكم تشوفوا اليوم جبت لكم الطريقة كيفاش خدمت هاد الكيكة. على بالي تحبوا هاد الأنواع من الكيكات، هاد لي بياس مونتي بهذا الديكور تاني اسمها هادو تاع المناسبة تاع الخطوبة. ولا هذه كانت خطوبة تاع واحد الأخ تاع وحدة كليونت تاعي، وطلبت مني ندير لها هذا الموديل اللي كانت شافته في التيك توك، والحمد لله خرجته لها كيما كانت حابه وكانت فريمون ساتيسفيت. اذا نقولوا بسم الله ونبداو في الفيديو ديالنا. انا كنت وجدت هادو اللي راح نخدم بهم، هادو الطبقه الفوقانيه كما راكم تشوفوا فيها 15 سنتيمتر. هنا كنت وجدت لا جينواز خليتها تبرد وقسمتها، يعني ما خليتهاش تبات هذه. بالنسبه لهاد لا جينواز راني نوريها لكم باش على هادوك اللي يقولوا لي جينواز تاعك ناشفه. بالنسبه للوصفه تاع لا جينواز راني خدمتها من قبل، وهذه كريمة الزبدة السويسرية. درت كريمة الزبدة السويسرية وزدت لها البراليني، درتها بدوق البراليني وجدت كاع واش نسحق. هنا كنت درت طبقة من الجينواز، زدت لها طبقة من كريمة الزبدة، وهنا راح ندير كريمة البيستاش اللي شفتوها مع البداية تاع الفيديو. هذيك نشريها وواجده، كيما تقدروا تخدموا براليني بيستاش وديروه في الدار وتخدموا به. هذه الطبقة الفوقانية كانت طلبتها الزبونة تكون فيها الذوق تاع البيستاش والفخاز. دوك شوفوا كيفاش راح ندير. بالنسبه للوصفه تاع الجينواز راح تلقاوها في القناه، نخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف. هنا راني ندير هكذا حبيبه تاع البيستاش، من الاحسن يكون مملح، ولا تقدروا ديروا الجوز اذا ما حبيتوش ديروا البيستاش. يا زبونه كتحب اسمها كتحب حاجه بنينه. فوالا هنا درت طبقه تاع جينواز والكريمه والكوري تاع الفخازي، اسمها درت طبقه بطبقه حتى لحقت الفوق كامل. هنايا اني كوفريت لو غاتو ديالي ودرت له لي باي هذوك في الوسط. كنت عارفه كنت درتها معكم في لي فيديو اللي من قبل، اسمها ما حبيتش نعاود لكم كامل لي ديتاي. نخليها هكذا ونحطها في الكونجيلاتور. وهنا كانت كيف الطبقه التحتانيه اللي فيها 20 سنتيمتر، هذه كتحبتها بدوق الشوكولا والجوز والكراميل. هنا كنت وجدت الكروكون واني نفرغ فيه فوق الطبقه هذه، اسمها كنت درت طبقه تاع الجينواز والكريمه والجوز والكراميل، وكيف هكاك طبقه بطبقه. وهذه طبقه تاع الكروكون. بالنسبه للكروكون هذا راني نكتب لكم المقادير ديالو في صندوق الوصف. فيه شوكولا اوليف، فيه الفيتين، فيه البراليني والجوز ولا البندق، يسمى كيما تحبوا نتوما. انا هنايا درتو بالجوز. فوالا هنايا نديروه هكذايا طبقه مليحه من الكروكون، باسكو هذا هو السر تاع البنه. كل ما يكون شغل الكروكون تاعكم هذا بنين يكون لو غاتو ديالكم بنين. فوالا هنايا كما كنتوا تشوفوا درت كميه مليحه واطاليتها كاع. ومن بعد زدت من فوق كميه تاع طبقه تاع لا جينواز وطبقه تاع الكريمه. وهنا راني ندير في الجوز. هذه الطريقه تعرفوها، شاركتها معكم قبل عليها مانيش نعاود. ونزيد هنايا كميه من الكراميل. كيف من الاحسن نديروا طبقه مليحه باش لو غاتو ديالكم يكون بنين ويكون فوغي مليح. اسمع من فلاديكوب كي يقطعوا ولا كي ياكلوا يحسوا بليغو، ماشي يحسوا بلا كريم برك ولا شغل بهداك لوغو الخفيف. اذا هنا عمر ما درت الكراميل، نزيد الطبقه الاخرى تاع لا جينواز. كما تشوفوا محاش نكمل هذيك اللي راهي ملهيه، ندير هذه هي الاخرى ونخلي الكاطو ديالي في كونجيلاتور، نغلفو نخليه في كونجيلاتور. وهنا نجي نوجد الديكور كيما راكم تشوفوا. هادو كامل من الاحسن توجدوهم من قبل، خاصه الديكور هذا من الاحسن توجدوه وتخلوه تكوتي، ونهار بيان سور تغلفوه ولا تكوفريوه بكاش حاجه وتخلوه تكوتي باش ما يسمى باش ما اذا كان عندكم الغبره في الدار ولا ما تقيسوش. كما كتشوفوا هنا يعني نعمر في المول ديالي بعجينه السكر، وقطعت هذاك الزايد بالموس ودرت يدي فنشه باش تسهل عليا الخدمه كي نجي نحيه وباش ما يسقليش في البلان دو طرافاي تاعي. هنايا كما كتشوفوا الشكل تاع المول يجي هكذا معوج. بالنسبه ليا حنديرو هكذا يعني مستقيم ديريكت، باسكو الزبونه كتحب هذا الموديل اللي اسمه هذا هو الموديل اللي بعثتهولي. هنايا كيف راح نخدم هاد الخواتم. هاد المول جاي صعيب شويه في الخدمه تاعو. هنا ديروا دي بودان صغار هكذايا تاع لاباطا سكر وتخدموا بهم، تعمروا له مول ديالكم. ولازم تسيتوا في الخدمه، اذا كانت عندكم شويه سخانه حتجيكم شويه صعيبه خدموا بليغون. اذا ما كانش عندكم ليغون ديروا هكا شويه صبع ديكم فنشه وخدموا. وهذاك الزايد نحوه. هنا عندي الوليدي هو يخلط لي في الديكور، حب يسرق وحده يلعب بها. اذا هنا كما راكم تشوفوا هذاك الزايد قاع نقطعه ونحيه.
كيف نعمر الكوتي الفوقاني بنفس الطريقه. هنايا تشدوا لو مول ديالكم لي دو كوتي كما راكم تشوفوا هكذايا، وتنحوا الخاتم اللي يكون في الوسط. فوالا شدوه من ونحوا الخاتم فاسيلمون. الناس اللي تعاني كيفاش تنحي، عبالي كاين بزاف يعانيو من هذا المول، عبالي درت لكم طريقه كيفاش تنحوا بكل سهوله. فوالا الخاتم هاو كيفاش كان، نخلوه دو كوتي باش ينشف مليح. هنايا ديروا له هكا بالموس برك باش يجيكم الديكور شباب، باسكو المول هذاك تجي بزاف سامبل، من الاحسن ديروا له هكايا باش شغل تجي حاجه مبدله. هنا نجي نوجد الاسماوات تاع العريس والعروسه، يعني الفيونساي تاعهم. العريس اسمه كريم والعروسه اسمها هاديل. فوالا بهذا المول نخدم هكذايا، نعمر الحروف بلا باتاشيك ونقطع هذاك الزايد من بعد نديمو ليهم بالواحد. فوالا نبريفيري هكذايا نعمر كامل الحروف ومن بعد نديمو ليهم كاع. فوالا نوجد الخواتم وجد الديكور وجد الاسماوات ونخليهم دو كوتي. فوالا الاسماوات كيفاش كانوا. هنايا المرحله تاع الكرناج، المرحله اللي الناس كاع تمرمدها، للمرحله اللي تنجق لنا كامل الدنيا. هنا كما كتشوفوا انا ديجا راهي مغنجقه عندي باسكو كنت درت الطبقه التحتانيه درتها كامل بالكرناج، ودوكا راني بديت الطبقه الفوقانيه. فوالا درت كميه من الكرناج من الفوق وكميه من الكرناج في البليكسي. البليكسي كنت كما كتشوفوا غلفتو بابي فيلم وحطيت بليكسي واحد اخر ميم ديمونسيون من تحت، ونبقى ندير هكذايا باش يجوا شغل متوازيين على بعضهم، ويجي الكاطو ديالكم بيان فيني. بالنسبه لهذه الطريقه يعني هنا ما درتها لكمش بالتفصيل، يعني درتها لكم من قبل في فيديو ماشا والدب، ولا درتو في فيديو دورة كيك ديزاين. خليكم رابط ديالهم في صندوق الوصف. مور ما تفيكسالي مليح البليكسي الفوقاني، هنايا نبدا نعمر في لي كوتي بالكاناج. بالنسبه للروسيت تاع الكاناج كامل تعرفوها، نخليكم المقادير في صندوق الوصف، المقادير تاع الطبقه الفوقانيه والطبقه التحتانيه. مالغري كنت درتهم قبل بصح نعاود لكم المقادير. هنايا نبقاو شاكفه نيسيو هكذايا ونعمروا هذوك الفراغات لي شغل شتو كيما تليسيو، ويبقاو لكم فراغات عمرهم تاني بالكاناج وبقاو شاكفه تليسيو. بعد تحطوا ديالكم الكاطو ديالكم في الكونجيلاتور حوالي ربع ساعه حتى نص ساعه، من بعد خرجوه كي تشوفوا بلي خلاص اوفيسيال جمد، خرجوه ونحيو البليكسي اللي من الفوق. هنا راني نوريلكم برك باش ما تنساوش هذه المرحله المهمه، هاد الماعن كاع اللي لازم تغسلوهم. راني نقصر برك. المهم هنايا كما كتشوفوا كنت خرجت الطبقه الفوقانيه والدوزيام. فوالا كيفاش خرجوا لي نحيت لهم لي بليكسي. دوك نحطهم تكوتي ونجي نغلفهم. هنايا نفتح كميه من عجينه السكر بهذه الطريقه، عجينه السكر باللون الابيض. هنايا كما كتشوفوا حندير لها ناكخي بلون دوغي باسكو الزبونه كانت حابه هاد الديكور. نحط هكذا كميه الطبقه اللي فتحتها تاع عجينه السكر نحطها من الفوق، ونزيد نحكم كميه كيف تاع عجينه السكر ونفتحها على شكل مستطيل يكون طويل. كيف ندير لها كميه من الناخي وندورها كامل على الحلال ونحطها دكوتين. بعد نجيب لو كاطو ديالي. بالنسبه للكاطو هذا كنت غلفته بالسمنه، على بالكم هاد التفاصيل كامل ما نعاودهمش باسكو كنت خدمتهم ديجا وهكا يجي الفيديو بزاف طويل، عباها ما حبيتش نعاودهم. الطريقه تاع ليصاج كيف درتهم في الفيديو اللي من قبل، ما حبيتش نعاودو بالعاني. المهم نخليكم كامل الروابط، دخلوا الفيديو تاع سواء تاع لابياس مونتي اللي غير ما درتها هذيك اللي فيها الازرق، ولا فيديو دورة كيك ديزاين هذه فيها كامل لي ديتاي. اذا هنا الطبقه التحتانيه نلصق لها الديكور ديالها كامل بهذا الشكل. هاد الاشكال اللي كنت خدمتهم فوالا هكذايا يجوا طالعين شويه بهذا الشكل. من بعد نجيب هنايا هذا الناكخي هذا تاع غوستو مع هذاك السائل المودي، بنخلطهم مع بعضهم حتى نتحصل على شغل كي يجي كيما البوماده. نلون بها بهذه الطريقه. ورا نلون الفوقانيه ونزل التحتانيه. هذه كما راكم تشوفوا اني نخدم فيها صباح بكري قبل ما تجي الزبونه تدير الكاطو ديالها. هاد المرحله لازم ديروها في الدقائق الاخيره، يعني ما توجدوهاش لافاي، ولا لازم في لو ميم جور
تخدموها. اذا هنا كيما راني درت هذوك لي باي تاع لي بياس مونتيك وتعرفوا لازم نقيسوهم بنفس الطول تاع الكيكه ديالنا اللي تكون من التحت ونقطعوهم، وفي الوسط نفيكسي هكذا واحد باش نفيكسيو الطبقه التحتانيه مع الفوقانيه مع بعضهم ما يتسيباراوش. وهذوك ثلاثه اللي درناهم باش يرفدوا لو بوا تاع الكيكه اللي تكون من الفوق. والكيكه اللي تكون من الفوق توجور يكون فيها ان سوطارت، ديروا فيها سوطارت ويكون مقطع في الوسط، يسمى نتوما قطعوه في الوسط باش يقدر يدخل فيها هذاك التيوب. باسكو سقسوني عليها في الفيديو اللي فات، لازم يكون فيها ان سوطارت باش تقدر ترفدوا الكاطو ديالكم عادي. فوالا هنايا مور ما حطيت لو غاطو الفوقاني ندير هكا كميه من الغذاء الغذائي ونلصق هاد الديكور، سواء ديروا غذاء غذائي ولا ديروا الماء كيما تحبوا. وهاد الكيكه كي تكون فيها هادوك لي باي هادوك تاع لي بياس مونطي من التحت وهداك الوسطاني ما تخافوهاش، ديبلاسيوها كيما تحبوا، ما تخافوا ما والو. انا راح ندير هاد الديكور، حكمت كميه عجينه السكر فتحتها مستطيل ودرتها بهذا الشكل يسمى شغل قماش دونتيل زعما تاع كيما تاع اللي يجوا في لي غوب تاع العرايس وكاع. فوالا نخدموه بهذه الطريقه بين الطبقه الفوقانيه والتحتانيه. وكيف كيف نزيد واحد اخر من لهيه، يعني ما حبيتش نطول برك الفيديو، درت لكم واحد برك يعني غير باش تفهموا الطريقه، ما كان لهن نديطاي لكم بزاف، على بالي كنت تعرفوا شاطرين ما شاء الله. المهم هكذا دوكا نجيب هاد الورود، تحبوا ورد اصطناعي ولا ورد تاع الصح كيما تحبوا، ونلصقهم هكذايا. وهنا نزيد نلصق لي بيير مع الاخير. اذا هذا هو الشكل النهائي للكيكه ديالنا. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، جاكم سهل ومفهوم. اذا عندكم اسئله كالعاده ما تنساوش تخليهم لي في لي كومونتير، وما تنساوش تدعموني بجام وتبارطاجيو الفيديو. وان شاء الله نتلاقاو في فيديوهات واحد اخرين باذن الله. دوكا ما بقى لي غير نقول لكم اتهلاو في روحتكم، والف مبروك للعريس والعروسه، مع السلامه.